تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة. وبركاته. مستمعي راديو سلام حول العالم أينما كنتم، أحييكم في البرنامج الجديد، برنامج خطوة. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه هي الخطوة الأولى نحو الواقع الذي نريد أن نعيش فيه. اليوم موضوعنا راح يكون من المواضيع ممكن اللي يعني كلنا نعرفها، لكن حقيقة في إشكالية في فهمها، وإحنا حابين إنه نبدأ بهذا الموضوع في الموسم الأول من برنامج خطوة، حتى يكون بالفعل هو الخطوة الأولى التي نسير بها في اتجاه المستقبل. عنوان حلقة اليوم الدعاء وصناعة الواقع الذي نريد. خلينا نسأل شوية أسئلة ممكن نحن دائما تدور في بالنا وتطرأ على أذهاننا من هذه التساؤلات. نحن ليش ندعي؟ لماذا ندعو؟ ليش ندعو الله دائما بأي شيء؟ وهل الدعاء بالفعل يعني له دور أو دخل في صناعة الواقع والمستقبل وتغيير الواقع اللي احنا نعيشه، والتغيير في أنفسنا أو في من حولنا أو في الواقع نفسه؟ طيب، قديش درجة الثقة اللي عندنا نحن أثناء ما احنا بندعو الله سبحانه وتعالى؟ قديش عندنا ثقة بالدعاء الذي ندعو به الله؟ وهل الدعاء بالفعل يحتاج إلى صبر ولا ما يحتاج صبر؟ وإيش آفة الدعاء أو آفة أو السبب اللي يخلي الدعاء لا يستجاب؟ وبالنسبة للدعاء، هل لازم نحن نحدد بالضبط ما نريد أثناء الدعاء، ولا لو دعينا بكل خير خلاص يمشي الحال، وإذا دعينا بصفة عامة خلاص يمشي الحال؟ فين الإشكالية في موضوع الدعاء؟ وإيش الطريقة الصحيحة اللي هي تؤدى بها الدعاء أو يؤدى إلى استجابة الدعاء، أو التي تؤدي إلى استجابة الدعاء؟ وبالنسبة لأسماء الله الحسنى، كم شخص مننا دائما يدعي بأسماء الله الحسنى؟ وهل كانت طريقته صحيحة؟ وهل بالفعل في طريقة صحيحة للدعاء بأسماء الله الحسنى للحصول على ما نريد؟ كثير مننا أكيد يقلق كمان لما يدعو الله سبحانه وتعالى بأمر ما، يعني يبغى شيء ويدعي الله لكنه هو خايف إنه الله يعطيه خلاف ما يتمنى أو ما يريد، ففي عنده حالة شك. هل نحن بالفعل هذول الناس؟ أنا أعرف ناس كثير اللي هم من هذه الفئة من الناس، يعني اللي تدعي وهي خايفة أن الله يستجيب دعائها بس بخلاف ما تهوى وتريد. وكيف يتحقق اليقين في الدعاء؟ وهل اليقين شيء مهم في الدعاء وغير الدعاء في تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى؟ وليش نحن بعض الأحيان نجرب بعض الأدعية على الله؟ ليش نجرب؟ يعني ليش ندخل مرحلة التجربة دائما حتى نحن نقول إنه هذا الدعاء ينفع وهذا الدعاء ما ينفع، أو نفعني، أو هذا الدعاء يعني مفعوله سريع أو مفعوله بطيء؟ هذه الأسئلة وغيرها كثير من الأسئلة دائما تدور في موضوع الدعاء. وحقيقة نحن لما ندعو الله في الغالب يعني نحن نمارس الدعاء ممارسة، لكن ما بنعيش روح الدعاء نفسه. يعني نحن نعرف ان احنا لازم ندعو الله، في الغالب نحن دائما ندعو الله واحنا مضطرين، واحنا في مشكلة، واحنا في أزمة، واحنا في قلق، عندنا شيء. المهم الدعاء عندنا في ذهننا مرتبط بحاجتنا للشيء، لكن ما أخذنا نحن ولا تعلمنا ولا نشأنا على فكرة أن الدعاء عبادة أساساً، وانتظار الفرج أساساً كمان عبادة. لذلك موضوع مثل الدعاء هذا يحتاج دائما مراجعة طويلة
وفهم عميق جدا حتى نعرف نحن ليش ما بيتغير في واقعنا شيء، ليش نحن دائما ندعو الله سبحانه وتعالى بأشياء تتحقق، في أشياء تتحقق، في أشياء ما تتحقق، ولما يطول العهد بها نحن أساسا ننساها وننتقل إلى الأمنية الأخرى ونبدأ ندخل في دوامة من الأدعية، ندعي دعاء ونخرج منه، ندعي دعاء ثاني ونخرج منه بهذا الشكل. ليش هذا الشيء بيصير؟ لأنه إحنا في الحقيقة لما نمارس موضوع الدعاء ما بنمارسه إلا على مبدأ كما وجدنا عليه آباءنا. يعني إحنا ما إحنا فاهمين موضوع الدعاء هو خطاب أو حديث خاص مع الله سبحانه وتعالى، هو سؤال الله حاجتك، سؤال الله حتى غير حاجتك. يعني الإنسان دائما محتاج لله، دائما محتاج لله، مو في أمور الدنيا، في أمور الآخرة، حتى في أمور علاقته مع الله دائما محتاج الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء، فهو حديث خاص. لكن نحن هذا الحديث الخاص مع الأسف الشديد ما بنتعلم أصوله، أصول الحديث مع الله، أصول سؤال الله، أصول طلب شيء من الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما نحن نفكر في مسألة الدعاء وفي ذهننا مرتبط إن أنا إيش محتاجة. والله امرأة محتاجة مثلا تتزوج، مثلا تدعو الله طول الوقت يا رب ارزقني الزوج، يا رب ارزقني الذرية، يا رب ارزقني، يا رب ارزقني. طيب ما أنت قبل هذا كله لازم الواحد يعرف أول شيء من الذي يدعوه. نحن لما ندعو الله لازم نتعرف على الله بطريقة صحيحة وبطريقة واضحة. نتعرف على الله مو على مبدأ أنه دائما يعني نطلب ويعطينا، هو يعطينا من غير ما نطلب، لكن لازم نتعرف على الله أنه هو القادر على هذا الشيء، وفي عطائه خير وفي منعه خير. فلازم يكون عندنا أول شيء مسألة الثقة بالدعاء الذي ندعو به الله سبحانه وتعالى. ولما نبدأ ندعو الله لازم نتحلى كمان بكثير من الصبر أثناء الدعاء، أثناء الطلب. طبعا خلوني أتوقف شوية في موضوع الصبر هذا. قبلها لازم أقول شيء مهم جدا. أول شيء قبل موضوع الصبر لازم نعرف نحن إيش نبغى وكيف ندعو الله. إيش نبغى من الدعاء تبعنا؟ ما الذي نريده من الدعاء؟ نبغى شيء من أمور الدنيا ولا نبغى شيء من أمور الآخرة؟ بالنسبة لنا نحن إذا ما كانت صورة الدعاء واضحة فبالتالي ما رح نعرف نستخدم الدعاء أو اللفظ الصحيح فيما نريد. يعني نبغى شيء مثلا من أمور الدنيا، لازم كمان نحدد إيش نبغى بالضبط. ليش؟ لأنه كثير مننا مثلا يدعو يقول يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، يا رب ارزقني. طب يا رب ارزقني، ما الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاك أساسا، أنت قاعد ترزق. يعني إيش يعني كيف ترزق؟ يعني تخيلوا معايا مثلا شخص يكون جالس مثلا مع صديقه، ولا جالس مع ولده، ولا أب جالس مع ولده مثلا يقول له يا ولدي روح جيب لي موية، يروح الولد يجيب موية مثلا، طيب يعطيها للأب والأب ما يشرب الموية. بعد شوية الأب يقول للولد جيب لي موية، يروح الولد يجيب الموية ويجيبها للأب والأب ما يشرب. يقوم ثالث مرة هذا الأب يطلب موية، رابع مرة يطلب موية، والولد يجيب الموية بس الأب ما قاعد يشرب. فين الخلل هنا في هذا السلوك؟ هل الخلل عند الولد اللي قاعد يجيب الموية، ولا الخلل عند الأب اللي جالس يطلب الموية وقاعد تيجي الموية وما قاعد يشرب منها؟ هذا بالضبط حالنا نحن مع الدعاء. نحن ما نعرف إيش قاعدين نقول. نحن لما نقول يا الله ارزقنا، الله سبحانه وتعالى قاعد يرزقنا. بدليل إيش؟ لو نحن نلتفت حوالينا بشكل خاص نحن بنرزق. سلامة السمع والبصر رزق، العافية اللي احنا فيها رزق، الأبناء رزق، الزوجة رزق، البيت، الوجبة اللي احنا جالسين ناكلها ورزق، الماء اللي احنا بنشربه من غير ما نغص فيه ولا نشعر بمرارته في حلقنا رزق. مجرد ان الانسان ينام بخير ويقوم بخير رزق، مجرد انه اساسا قاعد ينام هذا رزق. طب هذه كلها ارزاق. الانسان يعني في حواليه هو في رزق عظيم جدا دائما موجود. فدائما يقول الانسان انا دعيت الله ما استجاب لي. انت ما حددت ايش تبغى، ما سألت الله سبحانه وتعالى ماذا تريد بالتحديد، إيش تبغى من هذا الرزق؟ هل تريد مال؟ هل تريد زوجة؟ هل تريد بيت؟ هل تريد سيارة؟ إيش تبغى بالضبط؟ هذا التحديد للدعاء هو اللي يخلي الإنسان يقدر يعرف تماما هو إيش يبغى من الله. وإلا الله سبحانه وتعالى يرزق قاعد الكافر والمؤمن، وكل شيء في أمور الدنيا يعطي الجميع منها. ولو كان شيء من هذه الدنيا يعني يساوي عند الله مقدار يعني أنملة، ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك احنا المسلمين بالذات لازم نعرف ونحدد موضوع الدعاء كيف لازم يكون. أنا إيش محتاج؟ الرجل والمرأة اللي مثلا محتاجين إنهم يتزوجوا، لما يسأل الله الدعاء إيش يقول؟ يقول اللهم ارزقني الزوجة الصالحة مثلا، يقول اللهم ارزقني الزوجة الطويلة، الزوجة القصيرة، الزوجة يعني اللي تكون. والمرأة نفس الشيء، ممكن تقول يا رب ارزقني الزوجة الصالحة أو الزوج الغني، تحدد طلباتها.
لكن أثناء تحديد الطلبات لما يحدث عملية خوف، هذا الشيء اللي هو يربك الداعي في دعائه فيترك الموضوع تماما معلق. مثلا إيش معنى هذا الكلام؟ مثلا وهذا مما يحدث صراحة يعني، ومن فترة قريبة يعني هذا الموضوع تطرقنا له في نقاش معين، اللي هو موضوع الزواج. لما الرجل والمرأة يبغوا يتزوجوا مثلا، لما تقول لهم ادعوا الله طيب انه يرزقك كذا وكذا، مثلا الزوجة الصالحة ولا الزوج الصالح، يكونوا يخافوا من هذا الدعاء. ليش؟ لأنه مرسوم في ذهنهم إنه الرجل الصالح أو الزوجة الصالحة هو لازم يكون بصورة ذهنية معينة، صفة معينة، إما تكون امرأة غير مثقفة وغير جميلة وغير مش عارفة إيه، بس إنها ما تعرف تصلي وعلاقتها مع الله كويسة، يعني خلاف ما هو في واقع الحال. لذلك يتراجع الرجل أو المرأة في هذا الدعاء ويترددوا فيه. ليش؟ لأنه كل واحد عنده صورة معينة. ممكن الرجل يبغى امرأة مرحة عصرية متعلمة مثقفة وتعرف ربها، كل هذه الأشياء يبغاها، بس يحس أنه مستحيل يعني يجتمع كل هذا في شخص واحد. في حين لما نقول لهم طيب ادعي الله بهذا الشيء، انت ايش دخلك يعني، الله هو اللي يسبب الأسباب، يخافوا من هذا الدعاء. والمرأة نفس الشيء، يخافوا أن الله يستجيب لدعائهم خلاف لرغبتهم. وهذا يدل أنه في موضوع الدعاء والثقة بالله سبحانه وتعالى ما هي أكيدة. يعني ليش؟ لأنه الإنسان يظن أنه لما هو يطلب شيء من الله سبحانه وتعالى والله يستجيب له بخلاف هواه، فهنا في إشكالية معينة، أنه هو ربما لن يكون سعيد. طيب إذا أنت عندك ثقة أن الله سبحانه وتعالى راح يستجيب لدعائك هذا وراح يعطيك سؤلك، وانت واثق ان الله هو اللي يعرف الخير وهو اللي يصرف الشر عن الانسان، فبالتالي فين الخوف في الموضوع ده كله؟ ربما الله لما تسأله الشيء اللي تبغاه وتترك الامر له انه يختار لك كمان الخير اللي انت اللي الله يشوفه هو مناسب لك ويعطيك الخير ويصرف عنك الشر، ربما يصرف عنك ما تحب. انت راح تزعل او انت راح تزعلي من صرف ما تحبين بسبب هذا الدعاء، لكن الله هو الذي يعرف فين الخير والمصلحة لهذا العبد، فيعطيه الشيء الثاني الذي لا يريده لكنه يجعل له القبول والرضا في قلبه. لأجل هذا نحن بنقول دائما، نحن في واقعنا ليش ما بيتغير؟ احنا بندعي طول الليل والنهار، لكن مع الأسف نحن نبقى في نفس النقطة، إما فقراء وإما في جهل وإما في ظلم وإما في قهر وإما في حاجة وإما في جوع وإما في ذل وإما في أي شيء من الأشياء. نحن دائما ندعي لكن نحن في نفس النقطة، وعمرنا ما دخلنا داخل أنفسنا وسألنا نفسنا إيش المشكلة؟ ما أنا جالس أدعي الله والله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم، فين المشكلة؟ إذا المشكلة عندنا نحن ما احنا فاهمين كيف ندعي وإيش ندعي وإيش بالضبط نبغى. نحن نفسنا في هذه الحياة الآن إيش نقول دائما؟ نحن لازم نحدد ماذا نريد، لكن نحن مع الأسف الشديد نعرف ماذا لا نريد. لكن لما نسأل أي سؤال بسيط زي هذا، سواء سألنا أنفسنا أو سألنا الآخرين هل تعرف ماذا تريد؟ ممكن ياخذ وقت طويل جدا في الإجابة على هذا الأمر، لأجل أن احنا أساسا ما بنعرف غير ما لا نريد. وهذا ما يحدث بالضبط في موضوع الدعاء. إذن الخطوة الأولى من خطوات الصحيحة في موضوع الدعاء، أول شيء نحن نحدد ماذا نريد. معرفة ماذا نريد هو الذي يهيئ لنا الخطوة التالية اللي تيجي معانا، كيف نعرف الآن ندعي الله، ماذا نستخدم من ألفاظ وكلمات وحضور قلب لتحقيق ما نريده من هذا الدعاء. إذن الخطوة الثانية هي معرفة ماذا ندعي، كيف ندعي. إذا كان أمر من أمور الدنيا معناه معروف تماما ماذا نريد وكيف ندعي فيه، خلاص أبغى مثلا أنا بيت، اللهم ارزقني بيت، اللهم ارزقني عمل مبارك طيب. كمان تحديد التفاصيل مهم، يعني مو الواحد يقول مثلا خلاص إذا ربي رزقني شغل خلاص الحمد لله. طب ممكن يرزقك شغل لكن شغل تكرهه وعمل شاق وعمل منهك وعمل يخليك تكره حياتك، إيش استفدت أنت من الدعاء؟ ما استفدت شيء. إذا تحديد كمان هذا الشيء، اللهم ارزقني عمل طيب مبارك، راتبه كويس، يكون مريح، يكون كذا، مواصفات لما نحط احنا مع الدعاء معناها نحن في داخل أنفسنا عارفين تماما
ماذا نريد؟ يعني الصورة الذهنية لما نريده من الله متحققة في ذهننا نحن أول شيء، يعني الصورة حاضرة في ذهني أنا. فإذا كانت حاضرة في ذهني معناه أنا راح أعرف تماما إيش أستخدم من كلمات وإيش أستخدم من ألفاظ، وأتحر أوقات الإجابة، وأترقب حدوث أو استجابة هذا الدعاء. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إيش يقول؟ إذا ألهمت الدعاء إنني لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء. ليش؟ لأنه الدعاء نفسه ألفاظه وحضور القلب وتصور ما أريد، هذا يعني رحلة طويلة أو رحلة ما هي سهلة. فإذا الإنسان اكتملت عنده هذه المعاني وفهم تماما كيف يدعو الله وماذا يريد بالضبط وعارف تماما إيش يبغى، خلاص معناها بإذن الله تعالى استجابة متحققة. لله المثل الأعلى من قبل ومن بعد. ببساطة يعني أنا لما أجي أبغى أروح مثلا، أو أي إنسان يبغى يروح لشخص ما، طيب ابن مثلا يبغى يروح لأبوه يبغى منه شيء معين، هل يروح يقول لي أبويا مثلا أعطيني كذا يعني عشوائيا، ولا يقول له مثلا مبلغ معين يقول له أعطيني فلوس ويسكت، ولا يقول له أنا مثلا أنا أبغى مثلا المبلغ الفلاني لأجل كذا وكذا مثلا. بهذا التحديد الأب يقدر يعطي المبلغ، لكن لما يقول له أعطيني فلوس، طب ممكن يعطيه نقول ريال ولا دولار، ولا اللي يكون مثلا من عملة أعطاه مثلا ريال، الولد راح يزعل. طب ما أنت قلت لي أعطيني فلوس، هذه فلوس، لا هذه مو هي هذه. طب قديش تبغى؟ أبغى مثلا 100 ريال. 100 ريال خلاص أخذها، انتهى، هذه حاجته. بنفس الطريقة نحن كمان لازم نكون نتعامل مع موضوع الدعاء ومع موضوع كيف نحن نصوغ طلبنا مع الله سبحانه وتعالى. طيب صياغة الطلب هل لها طريقة معينة؟ لا، ما لها طريقة معينة. الواحد يقدر يستخدم الأدعية الموجودة في القرآن الكريم وفي السنة، لكن هاي طبعا لها موضوع لحالها. يقدر الإنسان يصوغ الدعاء اللي يبغاه بالطريقة اللي تناسبه، بالألفاظ اللي يفهمها هو ويعرفها، ويستخدم فيها الأسلوب اللي يعجبه، يعني ما هو ملزم بأي شيء. ومشكلة الثانية اللي احنا تواجهنا في موضوع صياغة الدعاء، ان احنا بعض الأحيان نفكر انه الدعاء كل ما كان طويل جدا معناها خلاص هو كده الدعاء الصحيح، مع انه الإنسان أساسا أول ما يبدأ الدعاء الطويل ممكن هو مركز على أول كلمة وكلمتين، والباقي كله يسرده سردا، فقط يقوله كده لكن ما هو فاهم إيش قاعد يقول أساسا. إذن الخطوة الثانية هي أن احنا نعرف كيف ندعو أو نستخدم الصيغة المناسبة للدعاء. الخطوة الثالثة في موضوع الدعاء، إيش لازم تكون؟ الصبر أثناء الدعاء. لازم يكون عندنا كمية كبيرة جدا من الصبر ومقدار كبير جدا من الصبر أثناء الدعاء. يعني ما نستعجل لما نقول شيء، مو لازم يكون كن فيكون الآن. لما الواحد يعني يقدم طلب ويكتب طلب، الطلب نفسه ياخذ وقت. إذا كان احنا في الدنيا ياخذ وقت، ليش عبال ما نكتب الطلب وبعدين نرفع الطلب وبعدين يدخل في نظام معين وبعدين يعطينا الجواب؟ نحن في أمور الدنيا عندنا هذا الصبر، لكن مع الأسف الشديد ما عندنا هذا الصبر مع الدعاء. الصبر واليقين مع هذا الدعاء. لما ندعي الله سبحانه وتعالى لازم ندعو وإحنا قلبنا مليء بالصبر واليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى أنه راح يستجيب لطلبنا هذا. ليش؟ لأنه نحن ماشيين بطريقة صحيحة أثناء الدعاء. الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم، ادعوني باللي تبغوه. لما قال باللي تبغوه يعني قال معناها أنه هو شرط هذا باللي تبغوه، يعني ادعوني أستجب لكم، سأستجيب لكم. فقط ادعوني، لكن ادعوني وانتم متيقنين وعندكم كمية صبر، لأنه أثناء الصبر الإنسان يثاب أساسا، هو في عبادة أساسا، والدعاء نفسه عبادة، فهو قاعد يمارس عبادتين مع بعض، أنه صبر مع الله سبحانه وتعالى في تحقيق ما يريده. وأثناء رحلة الصبر لو الإنسان يراقب نفسه حيلاقي أنه في علامات وبوادر لاستجابة الدعاء. فحتى استجابة الدعاء ما تجي كده زي ما يقولوا خبط لزق. الإنسان يدعي مثلا بعد 3-4 أيام، مثلا بعد أسبوع أسبوعين على طول يلاقي إجابة الدعاء، ما راح يقدر يتعامل مع الموضوع بهذا الشكل، إنما راح يلاقي بوادره. وأول هذه البوادر إنه نفسه تكون هادئة مطمئنة مع الدعاء هذا، ونفسه تكون مرتاحة تماما أثناء ما هي بتدعو الله، وعندها شيء من اليقين أو الكثير من اليقين إنه ربي راح يعطي السائل ما سأله وما طلبه في هذا الأمر. فهذه السكينة والهدوء والطمأنينة الإنسان يعيشها
حتى يستجاب له دعاءه. هذه رحلة عظيمة جدا تغني الإنسان أساسا عن أنه يقدر يفرح بموضوع استجابة الدعاء، لأنه هو الآن دخل في دائرة في الاطمئنان مع الله، في الاطمئنان مع الدعاء، في الاطمئنان مع الالتصاق بالله، في أنه دائما يعني يشعر أنه هو الآن أقرب ما يكون إلى الله، بسبب أنه هو عنده يقين وعنده صبر أثناء ما هو قاعد يسأل الله سبحانه وتعالى ما يريده. إذا الآن احنا ذكرنا 3 خطوات في موضوع الدعاء وصناعة الواقع الذي نريد. طيب إيش دخل هذا كله في صناعة الواقع الذي نريد؟ الواقع الذي نريد لما نحن نحدد نحن إيش نبغى؟ نبغى تغيير في سلوكنا، تغيير في أفكارنا، تغيير في مجتمعاتنا، تغيير في العالم كله مثلا. لازم نبدأ في خطوات صحيحة. نحن نفكر إنه التغيير لازم يجي من برا. احنا قلنا دائما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وأول خطوات التغيير تبدأ نحن نغير صيغة دعائنا مع الله سبحانه وتعالى وسؤال ما نريد، ونحقق من خلال هذا الدعاء الواقع الذي أريد. أنا الواقع الذي أريده مثلا إيش هو؟ سواء كان رجل أو امرأة. والله الواقع اللي أنا أبغى مثلا أعيش فيه الآن هو واقع أكون أنا مرتاح ماديا، عندي وظيفتي، عندي زوجة أو زوج، عندي أكمل دراستي مثلا، أكون مستقر مع أهلي. إيش ما يكون الواقع أو الشيء الذي أريده أنا، لازم أعرفه بالضبط وأبدأ في تحقيقه من خلال أول شيء الالتصاق بالله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء. أي عمل في تغيير الواقع أو صناعة الواقع الذي نريده بعيدا عن الدعاء والخطاب مع الله وسؤال الله هو عمل فاشل وناقص، دائما في أخطاء، دائما في عثرات. لكن لما يربط كل خطوة من هذه الخطوات في صناعة واقعنا بموضوع الدعاء والحديث مع الله، ودائما الالتصاق بالله سبحانه وتعالى والثقة والصبر أثناء سؤاله ما نريد، معناها نحن قاعدين نمشي خطوة في الاتجاه الصحيح الذي نريده في صناعة الواقع الذي نريد. طيب عندنا نحن سؤال اللي هو إيش هي الطريقة الصحيحة في الدعاء بأسماء الله الحسنى؟ هذا السؤال اللي هي ما هي الطريقة الصحيحة في الدعاء بأسماء الله الحسنى، راح نجيب عنه. احنا طالعين فاصل، راح نجاوب على هذا السؤال ونبدأ بعد الفاصل تكملة موضوعنا بالإجابة على هذا السؤال. وهذا السؤال على فكرة من الأسئلة المهمة جدا، لأنه مع الأسف الشديد نحن عندنا سوء استخدام لأسماء الله الحسنى أثناء ما نحن بنستخدمها في الدعاء. لا تروحوا بعيد، خليكم معنا، راجعين لكم بعد الفاصل. من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام.
تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة. عند سؤال: ما هي الطريقة الصحيحة في الدعاء بأسماء الله الحسنى؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها هو علمها وفهمها وعرف كيف يستخدمها، يعني ببساطة. الكثير مننا ممكن أو بعضنا يدعو بأسماء الله الحسنى، لكن فين الإشكالية؟ أنه كل ما الإنسان يدعو بأسماء الله الحسنى يعني تعترضه مشكلة، ما يقدر يدعي مثلا بال99 اسم. هل ممكن إنسان بالفعل في دعاء واحد يقول 99 اسم لله سبحانه وتعالى وبعدين يبدأ يدعي فيها؟ هل هذا ممكن؟ طبعا غير ممكن. يعني أساسا الإنسان وهو بيدعي بأدعية بسيطة يتعب، فما بالك ب99 اسم يذكرها في دعاء واحد. طيب إيش الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة ببساطة أنه كل اسم من أسماء الله الحسنى له معنى معين، والمعنى هذا إذا الإنسان عرفه وفهمه هو هذا اللي محتاجه كخطوة أولى في طريقة التعامل مع هذه الأسماء في أثناء الدعاء. الإنسان الفقير اللي محتاج مال، أي اسم من أسماء الله لازم يستخدم أثناء الدعاء؟ أكيد حيستخدم اسم الرزاق أو اسم الغني أو أي اسم قريب من هذا المعنى. فإذا الطريقة الصحيحة هي أن أنت حسب حاجتك تختار الاسم اللي تستخدمه في دعائك لله سبحانه وتعالى. اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا غني أغنيني. طيب بهذا الشكل يعني لازم يكون الدعاء. استخدم الاسم المناسب للحاجة المناسبة لي أنا. إنسان مريض، الإنسان المريض هل ينفع يدعو مثلا يا منتقم يا جبار هل ينفع بهذا الشكل يدعي مثلا؟ لا طبعا. الإنسان المريض يحتاج أن يقول يا شافي اشفيني، يا رحمن ارحمني، بهذا الشكل. إذا استخدام الأسماء هو حسب الحاجة. الإنسان المظلوم إيش الأسماء اللي تناسب حاجته هذه لرفع الظلم عنه؟ يا منتقم يا جبار أو غيرها من الأسماء، طيب اللي تكون قريبة من هذا المعنى. إيش معنى هذا الكلام كله؟ معناها أنه هذه الأسماء لو نتخيل تخيلا مثلا أنه هذه الأسماء زي الأبواب. أنت محتاج شيء، هل ينفع تقرأ كل الأبواب مثلا حتى يفتح لك، ولا تحتاج تقرأ الباب المناسب لحاجتك حتى يفتح؟ لأن لو فتحت كل الأبواب أنت إيش حتسوي فيها؟ ما راح تستفيد ولا شيء، أساسا ما راح تتعامل ولا راح تعرف تتعامل مع أي شيء. فالإنسان حسب حاجته يدعو الله سبحانه وتعالى بما يريد. وفي قصص كثيرة جدا في هذا الجانب في استخدام الأسماء الله الحسنى في أثناء الدعاء، بالفعل يعني أصحابها حصلوا من بعدها على خير عظيم جدا. موسى عليه السلام إيش قال؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهو كان إيش؟ خرج معدم، خرج هارب، خرج خائف. فلما دعا بهذا الدعاء الله سبحانه وتعالى في لحظتها استجاب له، رزقه الزوجة ورزقه العائلة ورزقه الوطن ورزقه المال ورزقه كل شيء، أعطاه. إني مغلوب فانتصر لما قال نوح عليه السلام من الظلم والقهر، الله سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء. لما يونس عليه السلام أقر وقال إيش؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأنه هو خرج مغاضبا من قومه، الله سبحانه وتعالى استجاب له فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وبهذا الشكل إذا استخدام أسماء الله الحسنى لازم يكون مرتبط بحاجتنا، أنا إيش أبغى بالضبط. لذلك هنا مهم جدا نحن نرجع ندرس موضوع أسماء الله الحسنى ونفهم معانيها حتى تساعدنا كخطوة أولى في استخدام أسماء الله الحسنى أثناء الدعاء لتحقيق ما نريد ولصناعة الواقع الذي نريد وللتغيير الذي نريد أن نحدثه في حياتنا. طيب هل اليقين هذا
ضروري في أثناء الدعاء والثقة أثناء الدعاء بالله سبحانه وتعالى. اليقين شيء مهم أساسا، مو موضوع الدعاء أساسا يقين بالله سبحانه وتعالى. نحن مشكلتنا قلنا في أول الحلقة إن نحن نجرب على الله، نجرب على الله باستخدام أدعية معينة. والله فلانة من الناس أو فلان من الناس استخدم الدعاء الفلاني ولقي له أثر عظيم جدا، أنا أروح استخدمه وأقتل نفسي وأنا أقوله ما يحصل لي هذا الأثر. فين المشكلة؟ المشكلة أول شيء نحن قاعدين نجرب. ثاني شيء المشكلة أنه صاحب الحاجة في الحالة الأولى كان حاضر القلب مع دعائه مع حاجته وعارف تماما إيش يبغى. طيب خلوني أذكر لكم قصة ذكرت من قصص السلف الصالح. كان في رجل يشتغل صياد سمك، وفي يوم من الأيام صاد سمكة كبيرة، يعتاش على الصيد يعني. أثناء ما هو في السوق بعد ما صاد هذه السمكة اللي هي رزقه ورزق أولاده الآن، كان في واحد رجل غني ماشي في السوق يتجول، فشاف السمكة هذه قال له تبيعني إياها؟ قال له ما بيعك إياها لأنه هذا رزقي ورزق أبنائي. قام هذا التاجر بقوته وكل شيء أخذ منه السمكة بالغصب. فأول ما أخذها منه بالغصب قام الرجل دعا قال اللهم إنه قد أراني قوته فأرني قوتك فيه. بس استخدم نفس الشيء. يقول ما مرت لحظات قليلة يعني والرجل ماشي شوية إلا السمكة كأنه فيها بقايا حياة، فقامت عضت إصبع الرجل. المهم الرجل راح بيته، زاد عليه هذا الوجع مكان العض وصارت حمى، واضطر يجيبوا الطبيب. فقال له الطبيب لازم نقطع إصبعك، وبعدين زاد الألم، قاموا قطعوا اليد والذراع وكل شيء. فلما طال عليه الوقت تذكر الدعاء الذي سمعه من هذا الرجل في السوق، فراح يدور عليه. ولما حصله قال له يا أخي، قال له أنت تعرفني؟ قال له لا ما أعرفك. ليش؟ لأنه الآن الرجل مقطوع اليد. فقال له أنا الذي فعلته يوم كذا وكذا وكذا وكذا. فأنت إيش قلت؟ أنت دعيت علي؟ قال له نعم. قال له قلت كذا. قال له سامحني وحللني. لما شافه بهذا الشكل أشفق عليه، قال له سامحتك. فهنا الرجل استخدم اسم الله القوي في موضع هو يحتاج فيه النصر على هذا الرجل الظالم الذي استخدم قوته. هذا اللي احنا نقوله، انه استخدام الشيء لازم يكون بطريقة صحيحة في المكان المناسب في الوقت المناسب للحاجة المناسبة حتى يؤتي أثره. ابن القيم الجوزية عنده كتاب اسمه الداء والدواء، يتكلم فيه عن موضوع الدعاء، ويتكلم فيه بطريقة جميلة جدا حتى انه الإنسان يذهل قد ايش انه ما عرفنا نحن موضوع الدعاء وأثره وتأثيره. بعض الأدعية اللي احنا ندعو فيها الله سبحانه وتعالى لا يستجاب لنا فيها، قد يطول الأمد، ممكن إنسان يعيش طول عمره ما استجيب له. لكن لما ما يستجاب له هو له مع هذا الدعاء 3 حالات. ربما لم يستجيب الله له هذه الحاجة في هذه الدنيا وادخرها له في الآخرة، وربما بهذا الدعاء صرف الله عنه أو عن هذا الإنسان بلاء عظيم جدا. فقوة هذا الدعاء هي التي صرفت عن هذا الرجل هذا البلاء العظيم الذي كان سينزل عليه من السماء، أو أنه ينزل البلاء على الإنسان، لكن بسبب أن هذا الشخص أو المؤمن دائما متعلق بالدعاء فينزل خفيف. يعني زي ما احنا نقول الإنسان يمرض بس بخفة، ما يكون في شدة أو وطأ شديد جدا للبلاء الذي يصيبه. لذلك موضوع الدعاء هذا من المواضيع العظيمة جدا اللي تحتاج إعادة النظر، ونحتاج نحن نرجع فيه خطوات يعني حتى نفهمه بطريقة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث عن يوم عرفة. كان من دعاء الأنبياء يوم العرفة اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولو رجعنا لمعنى هذا الدعاء، المعنى الشرح العميق جدا لهذا الدعاء راح نلاقيه من أعظم الأدعية التي دعا بها الأنبياء. وهنا إيش قال الله في هذا اليوم؟ من شغله مسألتي عن مسألتي، من شغله ذكري عن مسألته أعطيته خير ما أعطيت السائلين في هذا اليوم اللي هو في يوم عرفة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معناها؟ يعني هذا الذكر من عظمته إذا الإنسان جلس أساسا يردد ويتفكر فيه ويذكر الله سبحانه وتعالى به، سواء كان في يوم عرفة ولا في غير يوم عرفة، مع نية في قلبه إن الله يستجيب له ويعطيه سؤله ويلزم هذا الدعاء، الله يعطي هذا الإنسان خير ما يعطي أي إنسان يسأله شيء معين. وما رح نقول إنه الموضوع مجرب وهذه حقيقة، لا، نحن نأخذ كل هذا الكلام مسلمات، يعني نحن نعرف تماما حقيقة.
وكلنا أكيد في أوقات معينة دعونا الله سبحانه وتعالى بأشياء معينة، وكانت صيغة الدعاء بالنسبة لنا واضحة، وإحنا محددين بالضبط إيش نبغى. نحن عارفين إن أكيد في كثير مننا مر عليه استجابة دعاء ووقف متعجب كيف إن الله استجاب هذا الدعاء له. لذلك عملية الاستبطاء أو عملية عدم وضوح الرؤية لما نريد، أو عدم وضوح الألفاظ اللي احنا نقولها، أو عدم معرفة ما يلزم هذا الدعاء من استخدام لأسماء الله الحسنى، ولا مثلا حضور للقلب ويقين بالله سبحانه وتعالى وثقة أن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيني سؤلي. عدم وضوح هذه الأشياء هي أكبر المعوقات في موضوع الدعاء. موضوع الدعاء موضوع بسيط جدا، لكن أكيد صار موضوع شائك، لأنه إحنا مع الأسف الشديد صارت في أمور كثيرة جدا في حياتنا ما نعرفها، في أشياء كثيرة في حياتنا خطوات نمشي فيها ونتعثر وما ننجح، ونكرر وما ننجح. والسبب نحن أساسا نعتمد دائما على حولنا نحن وقوتنا، ولا نعتمد على حول الله وقوته في التغيير الذي نريد أن يحدث، أو في صناعة الواقع الذي نريد، أو في أن احنا نمشي خطوة. لو كل خطوة نبغى نمشي فيها بحياتنا نشرك الله فيها وندعي الله دائما أن يهدينا، أكيد راح تفرق معانا أشياء كثيرة في الحياة. يعني موسى عليه السلام لما كان مع فرعون، وقصة فرعون وبني إسرائيل، ولما انضرب بعصاه البحر، قالوا إيش قوم فرعون؟ قالوا إنا لمغرقون. يعني إيش إنا لمغرقون؟ خلاص هم يعني اعتمدوا على حولهم وقوتهم كبشر، يعني خلاص فرعون ورانا والبحر بهذا الشكل. هذه مشكلة يعني. في هذه الحاجة العظيمة جدا، في هذا الأمر الخطير جدا، إيش قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين. خلاص يعني معناها إيش؟ أنا ما عندي شيء، أنا زيكم ما أعرف شيء، لكن أنا عندي شيء واحد، إن أنا عندي يقين بالله سبحانه وتعالى أنه راح يهديني ويرشدني ويعرفني إيش أسوي حتى ننجو. لذلك الله سبحانه وتعالى أوحى إليه إيش قال؟ فاضرب بعصاك البحر. فكان إيش البحر؟ صار في طريق الآن يمشي فيه بني إسرائيل أو بنو إسرائيل. هذا اللي احنا نبغى نوصل له. طبعا ممكن بعضنا يقول هذول طب الأنبياء وهذول الصالحين وهذول وهذول وهذول، هذول ولا هذول ولا نحن كلنا زي بعض. الفرق ان احنا ما اشتغلنا على قلبنا، وما اشتغلنا على أنفسنا ولا على عقيدتنا، ولا اشتغلنا في كيفية بناء علاقة صحيحة مع الله سبحانه وتعالى، أو بناء علاقة فيها ثقة، فيها الكثير من الثقة. نحن نجتهد نحن نبني علاقات مع الناس ونقوي صلتنا مع الناس، وهذول الناس يكون مثلا أصحاب مراكز ونفوذ وعندهم ما عندهم، يقدروا يخدموني ويقدروا مش عارف إيش. ولما نحتاج شيء ألجأ لهم، خلاص أنا مطمن والله أنا مدعوم، يعني ما شاء الله أنا عندي فلان أعرفه وعلان أعرفه وفلان أعرفها، وهذول يخدموني وهذول يخدموني. هذول من أهل الدنيا، وهذول من البشر اللي لا يملكوا شيء أساسا إلا إذا أراد الله فقط. يعني هذا الشيء اللي احنا نجتهد فيه، يا ريت نحول اجتهادنا فيه ان احنا نتعرف على الله بهذه الطريقة، ونبني علاقة دائما قوية مع الله من خلال هذا الدعاء. الإنسان لما يأنس بالدعاء وسؤال الله دائما وأبدا في كل صغيرة وكبيرة، وليست في أمور الدنيا. الدعاء عبادة، يعني مو لازم أكون محتاج عشان أدعي، من غير ما يعني أحتاج شيء لازم أنا أساسا أدعي الله. دائما لازم أدعي الله. ليش؟ لأن أنا محتاج. وإحنا حقيقة إحنا بنمارس هذا الشيء من خلال دعاء الله في الصلاة 17 مرة في اليوم من خلال قراءة سورة الفاتحة، وهذه من أعظم الأدعية يعني، حتى هي مو الفاتحة عندها أكثر من اسم. فبالتالي هل نحن حقيقة نتعامل مثلا مع موضوع الفاتحة 17 مرة أنه هي من الدعاء الذي نحن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا تماما إيش معناها في الحديث القدسي اللي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وبعدين في آخر الدعاء ولعبدي ما سأل، قال الله في حديثه القدسي. هل نحن بالفعل فكرنا في هذا الموضوع بهذا الشكل؟ هذا هو موضوع الدعاء. موضوع الدعاء موضوع بسيط، مو موضوع يعتمد على ألفاظ لازم نقولها، إنما نحتاج أول شيء نرجع لداخل أنفسنا ونفهم موضوع الدعاء كيف يصير، وليش يصير بهذا الشكل، وكيف أتكلم مع الله، وإيش أسأله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه بعض الأحيان إنسان تختلط عليه الأدعية، يعني يكون يبغى أشياء كثيرة من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة وما يعرف يحدد، وهذه كمان حلها. فقال اسأل الله العافية، يعني يجمع الإنسان كل دعائه فيسأل الله العافية، اللهم عافني.
ليش العافية؟ نحن دائما كلمة العافية كلمة صغيرة جدا صارت الآن مفهومها عندنا اللي هي مرتبط بموضوع الصحة، وهي حقيقة العافية معناها العافية في البدن، العافية في العقل، العافية في الأطراف والجوارح، العافية في النفس، العافية في المال، العافية في الولد، العافية في الزوجة، أن يكون ما عندي مصايب، العافية في والدي، العافية في أي شيء، ديني زي ما هو، يعني ما حد مس ديني ولا حد مس عرضي ولا حد مس أولادي، هذه كلها عافية. والإنسان لما يسأل الله العافية فيها دائما يعني بهذه الصفة العامة ويعطيه الله العافية، معناها أن هذا الإنسان سوف يتمتع بكل ما سوف يرزقه الله في هذه الدنيا. تخيل الإنسان يكون في عافية ما أصابه مرض، معناها راح يستمتع بالأكل والشرب والنوم والهواء والجلسة والكلام والسواليف والروحة والجية والخروج والدخول وبكل شيء. طيب الله سبحانه وتعالى عافى الإنسان في دينه، فلا يتهدد لا في دينه، يصلي وقت ما يصلي وفي المكان اللي يبغى يصلي ويقيم شعائره، ما عنده أي شيء يخاف منه. هذه عافية. هل يمكن الإنسان يشعر فيها ولا ما يمكن يشعر فيها إلا إذا صار في عافية تامة؟ إذا لما تجتمع الأشياء وتختلط الأمنيات وما نعرف نحدد أي شيء، نسأل الله ببساطة العافية. أتمنى يكون موضوع حلقة اليوم الدعاء وأثره في صناعة الواقع الذي نريد، هو الخطوة الأولى بالفعل في الواقع الذي نريد أن نسير فيه مع بعضنا البعض من خلال هذا البرنامج في بناء أنفسنا وتقوية علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، والسير في هذه الحياة للمستقبل المشرق والمبهج الذي نريد. كنت أنا معكم خديجة برهان في برنامج خطوة في موسمه الأول، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ألتقيكم في الأسبوع القادم في نفس الموعد. أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.